مساء الخير، او صباح الخير اللي يسمعني الصبح. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الشتاء، وانا عارفه انكم متفقين معايا، لان لا الشتاء خلق للمذاكره ولا المذاكره خلقت للشتاء، بس امر واقع ومضطرين نتعامل معاه، ونتعامل معاه بيرفكت كمان. تمام. بالنسبه لحبايبي اولى وتانية اللي بيمتحنوا دلوقتي، ربنا معاكم، وانتوا اصلا ضغط الامتحانات وكده هيخليكم تذاكروا من غير حاجه. بالنسبه للكتاكيت التالتة بقى، بصوا، انا عارفه ان الموضوع صعب، بالذات في الشتاء، انك عايز تقعد تحت البطانيه بقى وتشرب حاجات السخنه والمسلسلات مع العيله والنظام ده. عارفه والله وحاسه بيكم، وبالذات كمان ان تحس ان الجو كئيب كده وما يشجعش هالحاجه اصلا، ولا اصلا اللي في الكتب يشجع، والله انا عارفه. بس معلش، هتيجوا على نفسكم شويه وهتسمعوا كلامي. 3 4 نصايح كده، زائد نظام مذاكره. يعني انا هديك نظامين هخيرك، واقول لك مين الاحسن من وجهة نظري طبعا، ومين اللي انا مشيت عليه وجربته. حلو. طيب خلينا نبدأ بالنصايح. هما يتلخصوا في 3 كلمات: الدفة، اتحرك، نام. الدفة، اتحرك، نام. دول يعني هتمشي بيهم الشتاء كله. حلو. طيب الدفة، دايما البس حاجات تقيلة والبسي حاجات تقيلة عشان البرد. يعني احنا مش في صدد ان احنا ناخد دور يقعدنا شهر في السرير، احنا محتاجين كل دقيقة. فحافظ على نفسك، مش عشانك، يعني عشان الامتحانات. بعد كده بقى اعمل اللي انت عايزه، بس انت دلوقتي دفة. ما تعرضش نفسك للبرد، زي ما قلت لك كده. خليك دايما دفيان، البس كتير، البس كتير. طب تاني حاجة، اتحرك. ان القعدة بتعمل خمول، والخمول بيعمل نوم، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين دايما نكون اكتف، نكون نشيطين. فايه، انت مثلا قاعد تذاكر ساعة، حلو، خلصت الساعة، قوم خد لك ربع ساعة رياضة، مش شرط تلعب ضغط. اه اتحرك، اتمشى، قوم، اطلع سلم، انزل، اي حاجة، المهم ايه، تمشي الدورة الدموية بتاعتك. هتحفظ، لف واحفظ، ما تقعدش تحفظ وانت قاعد. ريح شوية وبعدين قوم. ما تخليش نفسك دايما قاعد، لا قوم واتحرك عشان ما تبقاش خملان. دي تاني حاجة. طيب دفة، اتحرك، نام. انام، ايوه نام. ال5 6 ساعات اللي انت مخصصهم للنوم، وانا اقصد اقول ان 5 6 ساعات، ويا ريت ما يقلوش عن 6، عشان انت محتاج دلوقتي تحصل وتفهم وتراجع. وانا لما يجي وقت تقليل النوم هقول لكم، وامتى اقول لك ستوب ما تقللش نومك. انا مش عايزه اقول لكم ان في ناس ضاعت بسبب النوم ده، كانوا مذاكرين وكل حاجه، وبسبب ان هم ما عرفوش يعملوا بروجرام كويس. انت الجهاز العصبي بتاعك هو انت، يعني مش هتعرف تعمل حاجه من غيره. فلازم تريحه، ولازم تعرف امتى تيجي عليه شويه عشان نمشي الدنيا. انا في ايام كتيره كنت باجي مثلا ما بنامش الا 3 4 ساعات في اليوم، بس في مقابل عرفت امتى اظبط نفسي وامتى انام. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه بعدين. بس انا دلوقتي بتكلم ايه، انك عندك 6 ساعات نوم، نامهم ونامهم كويس. يعني مثلا ما تكونش ظابط منبه بعد 3 4 ساعات، لا، نبه على اللي في البيت محدش يصحيك. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لانك لو نمت نوم متقطع، الشتاء اصلا بيخلي الواحد يعني يقعد كده ما يعملش حاجه. فانت لو مش نايم هتنام ومش هتعرف تذاكر، يا اما هتبقى مصدع وهمدان طول اليوم. انا اقصد ان الجو ساقع ومفيش شمس ومفيش دفا يحركوا الواحد ويخلوه مثلا ايه، انت عارف في الصيف احنا ما بننامش، انما الشتاء لا، الشتاء عايز نوم. فانت عشان تتجنب الموضوع ده حاول تنام كويس. قهوة تمام، نسكافيه تمام، انا كنت شغالة في الشتاء بالحاجات دي. بس برضو نصيحة، ما تذاكرش تحت تأثير منبه. انا انك ما تكونش مثلا مطبق يومين وتقول لي انا هصمت عشان شارب قهوة، تضحك على نفسك. اي حاجة بتذاكرها تحت تأثير منبه ولا اكنك ذاكرتها، خليها قاعدة، ولا اكنك ذاكرتها. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الدكاترة. تمام. يبقى عرفنا خلاص، هتدفى وهتحرك وهنام. طيب النظامين بقى المذاكرة، عشان انا مش عارف انام امتى واصحى امتى والدنيا اتراكمت عليا خالص. حلو. انا عن نفسي كنت ماشية بنظام ايه، الليل. الليل في الشتاء طويل، تمام. انا كنت بحب اذاكر بالليل قوي. انا عارفه ان انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا كنت بذاكر الفجر، بس ده كان في الصيف. نظرا لان احنا اصلا عندنا الجو برد، يعني احنا البيت على الكورنيش على طول، فكان نو واي ان انا اقوم الفجر، يعني الجو بيبقى عواصف. كنت مثلا باخد مذاكره لحد الساعه 6 وانام، وبعدين اقوم اشوف دروسي واجي اريح ساعتين 3 واقوم اكمل تاني. كان نظام مذاكرتي بالليل. فانا عشان عارفه نفسي ان انا مش هصحى بدري، الجو بيبقى ساقع جدا، ولو صحيت بدري كنت هتعب، فقلت هخليها بالليل، فقلت اذاكر بالليل احسن.
بيبقى الجو رايق ولطيف كده ومفيش ضوضاء ولا اي حاجه، بتقعد تذاكر وانتوا عارفين اصلا ان ليالي الشتاء بتبقى طويله، فانت بتستغل الموضوع ده. كنت اقعد فين وفين لحد ما الفجر يبدا. الفجر دلوقتي بيبدا على الساعه 5، فانت بتقعد فين وفين. فانا كنت بالنسبه لي بفضل الايه المذاكره بالليل. بس ما كنتش بقعد كده، انا كنت دايما زي ما قلت لكم سوائل سخنه، نسكافيه، قهوه، اي حاجه، مثلا شاي. مش شرط على طول يكون منبهات، يعني مثلا ممكن اللي هو الشوكولاته باللبن دي بتبقى حلوه قوي. بس دايما خلي معاك حاجه سخنه وتدفى وتحرك، عشان ايه؟ ما تقولهمش انا هقعد اذاكر بالليل ويصحوا على الساعه 2 بالليل مثلا يلاقوك نايم، لا، اتدفى وتحرك وقوم وتعالى. ودايما سوائل سخنه عشان تعرف تظبط نفسك وما تنامش. طيب، النظام التاني، وان انا على فكره كنت بشوف ناس كتيره شغاله بيه، ان هما يقوموا الفجر عادي، ما كانش بتفرق معاهم بقى. ده كان نظام ماشي. بس انا كنت بشوف من عيوبه، زي ما قلت لكم ان الجو عندنا بيبقى صعب. تاني حاجه ان الصيف النهار بتاعه حلو، النهار بتاعه طويل. انا كنت مثلا بقوم الفجر كان بيدن الساعه 3، اقعد لحد امتى بقى عمال منزل دروس. انما دلوقتي الفجر بيدن 5، فانت عمال ما بتروح وتيجي وخلاص بقى انت كلت اليوم كله في الدروس. طب هتيجي تنام على الساعه 10، انت كده عملتش حاجه. انا كنت بشوفها كده من وجهه نظري. وكان يعني البروجرام اللي انا عاملاه بتاعي ما كانش ينفع خالص ان اذاكر الصبح. فبس انت شوف برضه، شوف ايه اللي هيريحك واللي يريحكوا اعملوه. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم الثلاث نصايح دول، اتدفى واتحرك، ودايما دايما نام وحافظ على مواعيد نومك، وما تقللش في مواعيد نومك، بالذات بالذات في الفتره دي. اديني بكرر اهو، وانا بنفسي هنزل لكم فيديو تقللوا ساعات نومكم ازاي. انا عارفه انها مش هتيجي كده، ولازم ان في فتره هتقللوا مواعيد نومكم وهتوصل ل 3 4 ساعات في اليوم، وانا بنفسي هقول لكم كده، بس مش دلوقتي، واحده واحده بالراحه. ربنا معاكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.